هذه الراقصة اليهودية استهزأت بعيد الأضحى عند المسلمين. لم تصدق ماذا حدث لها في النهاية. سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نعلم عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. يحكى أنه كانت هناك امرأة يهودية اشتهرت بالرقص، وكانت تمتلك الكثير من المال، ولكنها كانت تكره الإسلام والمسلمين. وفي أحد الأيام سافرت إلى أحد الدول المسلمة لتحيي حفل رقص لها، وسافرت قبل موعد الحفل بيوم واحد، وكانت تحب التجوال في كل بلد تسافره كي تتعرف على طبائع السكان. وبالصدفة كان ذلك الوقت في أيام عيد الأضحى، وعندما كانت تتجول بسيارتها الفاخرة مع مدير أعمالها، فإذا بها ترى الأسواق ممتلئة بالخرفان في كل مكان، فسألت ما هذا الهرج وكثرة الخرفان في كل الأسواق، فقالوا لها إنه موسم عيد الأضحى، أن المسلمين في كل سنة يحتفلون بيوم يسمى عيد الأضحى، ويذبح خروف في كل بيت من بيوت المسلمين. فقالت بكل سخرية: إذن يجب أن أشتري خروفا لأصبح مسلما. وضحكت ضحكا هستيريا، وذهبت إلى الفندق الذي تمكث فيه. وفي صباح اليوم التالي لهذه الواقعة، عندما كانت تتناول هذه المرأة إفطارها وتتصفح أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وجدت إعلانا مكتوبا فيه أن أحد النساء المسلمات التي قد توفى عنها زوجها وعندها أولاد أيتام تبحث عمن يتكفل لها بشراء كبش العيد، لأنها لا تقدر على شرائه بحكم أنها أرملة. فسخرت هذه المرأة مرة أخرى ونادت مدير أعمالها وقالت له: اذهب واحضر خروفا كبيرا، واشتري الكثير من ملابس الأطفال، وخذهم إلى هذا العنوان الموجود في هذه الصفحة، وأعطي كل هذه الأشياء لهذه المرأة. وعندما تسألك من الذي تبرع لك بهذه الأشياء، فقل لها أن المتبرع هو الشيطان شخصيا. وقالت له: خذ معك الكاميرا وصور لي ردة فعلها، فإذا قبلت بالكبش والملابس فإني سأنشر هذا الفيديو على اليوتيوب وسأشوه سمعة الإسلام والمسلمين. فبالفعل ذهب الرجل للمرأة وأخذ معه الملابس والكاميرا وترك الباب وبدأ بالتصوير. ففتحت المرأة الباب فقال لها الرجل: هل أنت من وضعت هذا الإعلان في هذا الموقع بأنك تبحثين عمن يتكفل لك بشراء كبش العيد؟ فقالت المرأة: نعم. فقال لها: خذي هذا الكبش لك وهذه الملابس لأولادك. ففرحت المرأة فرحا كبيرا وسجدت. والصدمة أن الرجل انتظر طويلا لكي تسأله تلك المرأة الفقيرة من الذي تبرع لك، ولكن المرأة لم تسأله، وكانت تنظر إلى السماء وتشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبيرة. فقال لها الرجل متعجبا: هل أنت مجنونة أم ماذا؟ كنت أتوقع أنك ستشكريني وتسأليني من الذي تبرع لك بكل هذا، تنظرين إلى السماء وتشكري الله وتسجدي له. فقالت المرأة مبتسمة: لم أسأل عن المتبرع، بل سأشكر الله تعالى، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يرزقني سيسخر الشياطين لتخدمني. ففاض عين الرجل بالبكاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأوقف تسجيل هذا الفيديو وذهب للراقصة اليهودية فأعطاها الكاميرا واستقال على الفور وهو يبكي بكاء شديدا. فتعجبت الراقصة اليهودية وفتحت الكاميرا لتشاهد التسجيل، فلم تكمل التسجيل حتى فاض عيناها من البكاء، وهي أيضا نطقت الشهادتين ودخلت الإسلام. فاتصلت بمدير أعمالها لتخبره أنها دخلت الإسلام، وأعلنت توبتها من الرقص، واشترت لفقراء تلك المنطقة خرفان للعيد، واشترت هي أيضا خروفا ليكون أول عيد لها بعد دخولها الإسلام. فالحمد لله دائما وأبدا على نعمة الإسلام.